المغرب ضد المنتخب التنزاني برسم دور ربع النهائي من كأس إفريقيا للمحليين. ولكن أجي حتى كيفاش غبرنا عليكم من الماتش الثاني ديال المجموعات حتى لدابا. كنعتذر على هاد الغبرة هادي اللي بأسباب خارجة عن الإرادة ديالي. المهم أنا رجعت لكم وغنكمل معكم هادشي اللي باقي في هاد الكأس اللي علاش لا إن شاء الله نمشيو لآخر ماتش فيه، ولما لا نديوها كاع. المهم كيف العادة اللي هادي أول مرة كيشوف فيها القناة فراه مدعو أنه يخلي الاشتراك ديالو فيها وشي لايك لهاد الفيديو هذا باش أنه يساعد الشين باش أنها تتطور وتوصل للناس جداد. المهم هذا الفيديو اللي غنشوفوا فيه ماتش المنتخب الوطني المغربي كونتر المنتخب التنزاني برسم ربع النهائي كأس إفريقيا للاعبين المحليين، حيث في هذا الفيديو غندويو على المنتخبين بجوج. غنشوفوا الطريق اللي سلكوها قبل ما يتلاقاو في هذا الدور هذا، غنشوفوا المواجهات السابقة بين هاد المنتخبين زائد الحظوظ ديال كل منتخب في الفوز والتأهل، وفي الأخير غنشوفوا أولا غنتوقعوا تشكيلات المنتخب اللي إن شاء الله تجيب لنا التأهل. المهم الماتش ديالنا كونتر المنتخب التنزاني اللي غيكون يوم غد الجمعة على الساعة 6 مساء بالضبط في ملعب نجامان ماكابا في دار السلام عاصمة تنزانيا، وبالتالي المباراة غتكون في ملعب المنتخب التنزاني وبين الجماهير ديالهم. هادشي اللي بطبيعة الحال غيكون نقطة قوة ديال المنتخب التنزاني في هذا الماتش هذا، حيث غيكونوا مدعومين من طرف الجماهير ديالهم من أجل الخروج بنتيجة التأهل على حساب المنتخب الوطني. هادشي اللي بالنسبة لينا كنظن أنه ما غاديش يكون عنده شي تأثير اللي هو كبير على المنتخب ديالنا، حيث من خلال المباريات اللي لعبنا في دور المجموعات كنظن أننا غنكونوا اكتسبنا مناعة ضد المنتخبات أصحاب الأرض والجمهور. من خلال المباراة اللي لعبنا ضد المنتخب الكيني بالرغم أننا كنا خسرنا في ذاك الماتش، فكنظن أن المنتخب بقيادة المدرب طارق السكسيوي غيكون تعلم من الأخطاء اللي كان دار في ذاك الماتش وخدم عليهم رفقة لاعبي المنتخب. فهداك الشيء علاش الماتش اللي غيكون عندنا كونتر تنزانيا كنظن باللي الحضور ديال الجمهور ديال الخصم ما غيكونش عنده تأثير كبير على المنتخب ديالنا اكثر من تأثير الماتش نفسه، حيت بكل بساطة الجمهور راه كيبقى غير في المدرجات وما كيدخلش للتيران. داك الشيء علاش الا كان المنتخب الوطني مركز فراه غنقدروا ندوزو هاد الدور هذا بالرغم من الصعوبة ديال الخصم اللي باش يتخطى دور المجموعات قدر في المباراة الأولى يربح المنتخب البوركينابي بنتيجة هدفين لصفر، في ثاني الجولات قدروا يربحوا موريتانيا بهدف نظيف، في الجولة الثالثة قدروا يربحوا منتخب مدغشقر بنتيجة هدفين مقابل هدف، أما في الجولة الأخيرة فتعادلوا مع منتخب إفريقيا الوسطى بالتعادل السلبي. وبالتالي المنتخب التنزاني قدر يسالي دور المجموعات متصدر المجموعة ديالو برصيد 10 ديال النقاط بتسجيل 5 ديال الأهداف ودخلت المرمى ديالو هدف واحد. أما بخصوص المنتخب الوطني المغربي فراه في الجولة الأولى قدرنا نربحوا أنغولا بنتيجة هدفين لصفر، في ثاني الجولات خسرنا قدام كينيا صاحب الأرض والجمهور، أما في الجولة الثالثة فقدرنا نربحوا منتخب زامبيا بنتيجة 3 ديال الأهداف مقابل هدف واحد. النتيجة 3-1 اللي كانت نفسها ضد منتخب الار دي سي في آخر جولة الجولة الرابعة. وبالتالي المنتخب الوطني كيقدر يتأهل من دور المجموعات وصيف للمجموعة ديالو برصيد 9 ديال النقاط، بحيث في هذا الدور دور المجموعات قدرنا نسجلوا 8 ديال الأهداف ودخلت علينا 3 ديال الأهداف. وبالتالي إلا جينا نقارنوا بين الخطوط ديال المنتخبين غنلقاو أن المنتخب المغربي متفوق على نظيره التنزاني بتسجيلنا 8 ديال الأهداف على عكس الخصم اللي سجل فقط 5 ديال الأهداف، بينما غنلقاو في الخط الدفاعي تفوق للخصم اللي دخلت المرمى ديالو فقط هدف واحد على عكس المنتخب الوطني اللي دخلت المرمى ديالو 3 ديال الأهداف. وبالتالي نقدروا نقولوا باللي هذه مباراة قمة في هذا الدور هذا دور ربع النهائي، المباراة اللي غتجمع أحسن هجوم مع أحسن دفاع في هذه المسابقة، وبالتالي غتكون هذه مباراة نهائية سابقة للأوان ديالها. وللإشارة فقط فراه الفائز من هذا الماتش هذا غادي يواجه واحد من هاد المنتخبين إما الجزائري أو السوداني، يعني أننا نقدروا نكونوا على موعد مع ماتش هربان بكل ما تحمل الكلمة من معنى مرة أخرى. المهم بخصوص المواجهات السابقة بين المنتخبين المغربي والتنزاني ففي 3 ديال المواجهات الأخيرة اللي جمعت الفريقين قدر المنتخب الوطني أنه يربح فيهم كاملين بتسجيل 7 ديال الأهداف في مجموع المباريات الثلاثة، بينما المنتخب التنزاني فما قدروش أنهم يسجلوا علينا ولا هدف في هاد 3 ديال المباريات. هذه كتبقى إحصائيات ديال المنتخب الأول ماشي ديال المنتخب المحلي، فما نقدروش ناخدوها معيار لهذا الماتش هذا نظرا للفوارق اللي كاينه بين المنتخب الأول والمنتخب المحلي وكذا على باقي المنتخبات الإفريقية، فيعني هادشي كيبقى على الورق. على أي فبخصوص المنتخب الوطني فراه 3 من لاعبي المنتخب للأسف غادي تغيبوا على هذا الماتش هذا، والحديث هنا عن لاعبي قلوب الدفاع العراسي والودني بسبب تراكم البطاقات والعسال اللي غادي يغيب بسبب الإصابة، وبالتالي غيكون تما خصاص كبير في مركز قلبي الدفاع اللي كنتمنى من طريق السكسيوي أنه يلقى الحل أو الثنائية اللي تقدر تسد لينا داك الخصاص اللي تما. فمن غير هاد 3 ديال الغيابات فراه كل العناصر الأخرى مستعدة لهاد الماتش هذا. هاد الغيابات اللي بكل صراحة غتكون مؤثرة بشكل كبير على الخط الدفاعي ديالنا، فكما قلت كنتمنى من سكيتسيوي يلقى الثنائية المناسبة اللي تقضي الغرض. دابا اجي ندوزو كاملين ونتوقعوا ديك التشكيلة اللي يقدر يبدا بها المدرب سي طارق السكسيوي لهاد الماتش هذا، واللي إن شاء الله هي اللي غتجيب لينا التأهل لدور نصف النهائي. والبداية غتكون بحارس المرمى واللي كيف العادة غيكون تما حارس الرجاء البيضاوي مهدي الحرار،
كنتمنى من الحرّار أنه يكمّل في نفس المستوى اللي كيقدّم في هذه البطولة، ولِمَ لا يبان بمستوى أحسن. بالنسبة لقلبي الدفاع فكنظن من بعد الغياب ديال الثلاثي العراسي الودني والعسال، فراه أقرب ثنائي اللي يقدر يبدا بها المدرب طارق السكسيوي هو الثنائي ديال المشخشخ لاعب الرجاء البيضاوي، واللي في الموسم الماضي كان كيبدا رسمي مع الفريق ديالو. المشخشخ اللي غيكون رفقة مفيد لاعب الوداد البيضاوي، واللي على ما أظن أن مفيد سبق له ولعب كقلب دفاع، يعني هذا ماشي بوست اللي جديد عليه. فعلى ما أظن أن المدرب إلا بدا بهاد الثنائية هادي فراه غادي يغطي على داك الغياب اللي عندنا في الدفاع. المشكل اللي يقدر يكون عندنا هو فاش غنبغيو نلعبوا ب3 ديال القلوب ديال الدفاع، ديك الساعة غادي نضطروا أننا نهبطوا وسط دفاعي يكون قلب دفاع معاهم. على أيٍ ندوزو دابا للأظهرة، والأظهرة اللي ما شاء الله ما عندناش فيهم مشكل، والحديث هنا عن كل من بولكسوس وبالعامري ثنائي الرجاء البيضاوي، اللي كنتمناو يقدموا كل ما عندهم في هذا الماتش باش يساعدوا الفريق من أجل التأهل إن شاء الله، خصوصًا بالمساندة الهجومية اللي كيقدموها. فدابا أخوتي ندوزو لخط الوسط، واللي المدرب من بعد ما كان كيبدا ب4 في البداية ديال المسابقة، الآن ولا كيكتفي فقط ب3 وكيحتفظ بواحد إضافي في الهجوم. هذا الشيء اللي يقدر يخلي النجاعة الهجومية ديال المنتخب تكون مرتفعة، بحيث كنمتلكوا في الوسط لاعبين أمثال بوغرين وحريمات والباش اللي كيقدروا يقدموا تمريرات حاسمة للثلاثي الهجومي. هاد الثلاثي اللي كنتمنى من المدرب أنهم هما اللي يبداو في ال11 الأوائل إن شاء الله. ندوزو دابا من الوسط لخط الهجوم، وغنختار في خط الهجوم نفس الأسماء اللي بدات في آخر ماتش ضد الكونغو، بحيث في الأجنحة غيكون تما مهري والرياحي، أما بالنسبة لرأس الحربة أو قلب الهجوم فراه غيكون تما المليوي. فراه هذه هي التشكيلة اللي كنظن أنها مثالية لهذا الماتش هذا، واللي تقدر تجيب لنا التأهل إن شاء الله. نتوما أخوتي شنو كيبان لكم في هذه التشكيلة؟ واش كتفقوا معايا فيها ولا كتشوفوا أن هناك تشكيلة أفضل؟ إلا كان كيبان لكم أنه كاينة تشكيلة أحسن تقدروا تخليوها لي في التعاليق. المهم كخلاصة، ماتش المنتخب الوطني كونتر المنتخب التنزاني ماتش اللي ما غيكونش بالماتش السهل نظرا للقوة ديال الخصم اللي غنواجهو، وبلا ما نساو أنه الماتش ملعوب في أراضيه وبالجماهير ديالو، حاجة اللي غتقدر تصعّب الماتش علينا إلا ما عرفوش اللاعبين ديالنا يتعاملوا مع هذا العامل هذا. فكنتمنى أننا في آخر المباراة نخرجوا منتصرين ومتأهلين لدور النصف النهائي إن شاء الله. دور النصف النهائي اللي الفائز غادي يواجه فيه الفائز من المباراة ديال الجزائر والسودان، فإن شاء الله ما يكون غير الخير ونرجعوا من هذا الماتش هذا منتصرين. المهم أخوتي حتى لهنا كنكون وصلنا لآخر الفيديو، شكرا لكم على المشاهدة. اللي وصل لهنا بغيتو يخلي الاشتراك ديالو في القناة باش يساعدها أنها تكبر وعلى الأقل توصل غير ل1000 مشترك. ما تنساوش إلا عندكم أي ملاحظة أو شي نصيحة تقدر تساعدني تقدروا تخليوها في التعاليق. فيلا أخوتي دابا ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في رزقكم وديما مغرب.